رمضان في مصر حاجة تانية، والسر في التفاصيل. بس ناس كتير بتسأل هو اشمعنى مصر وايه التفاصيل دي؟ عشان نجاوب على السؤال ده لازم نروح مكان، والمكان ده هيعرفنا اشمعنى مصر ويورينا شوية تفاصيل. والمكان ده بقى هو صباح الخير. فيديو النهارده هيكون مختلف. هروح اكبر مائدة رحمن في التاريخ في المطرية. بس خلينا قبل ما نبدأ نسأل حد من المنظمين كام سؤال كده عن يوم 15 رمضان. أطعم باسمك؟ حسن محمد. أهلا بيك. أهلا وسهلا. بقالك قد إيه في كذا اليوم ده؟ ده من أول ما بنخلص السنة اللي فاتت، تمام؟ تاني يوم على طول بنقعد نعمل اجتماعات ونشوف الآراء إيه ونشوف إيه التغييرات اللي عايزين نعملها وإيه الحاجات اللي إحنا مثلا المعروفات اللي كانت عندنا بنبدأ نقترحها مع حاجات جديدة وفضلنا عليه بنبدأ نجهز كلنا الآراء مع بعضنا. يعني بقى ساعات تجهزوا يعني؟ بالظبط طبعا. ودي سنة كام؟ دي 10 إن شاء الله. إن شاء الله. يا رب يكمل. إن شاء الله. طب بالنسبة للألوان أنا شايف حد لابس برتقالي، حد لابس أبيض، حد لابس أزرق، إيه الفرق؟ الألوان عندنا إحنا كلنا منظمين، تمام؟ اللون بس الأبيض اللي بيختلف اللون الأبيض. اليوم ده بالنسبة لك إيه بقى؟ ده أحلى يوم في حياتك. والله طبعا، لأن بيجمع الأهل والأصحاب والناس كلها اللي أنت بقالك سنين ما شفتهاش بيتجمعوا في اليوم ده. إن شاء الله كل سنة يا رب إن شاء الله بإذن الله. زي ما سمعتوا كده اهالي عزبة حمادة في المطرية بقالهم 10 سنين بيعملوا افطار وبيجمعوا ناس من كل انحاء مصر، وفي اجانب كمان بيحضروا. لكن على الرغم من كده السنة العاشرة هتكون مختلفة عن اي سنة فاتت، عشان العدد المتوقع انه يحضر هيكون كبير جدا. بس هم قدها وجاهزين ب 450 منظم من اهالي المطرية متقسمين على 9 شوارع عشان يقدروا يستقبلوا اعداد اكتر من اي سنة فاتت. ده غير بقى ان هم جايبين طن شيش طاووق و700 كيلو محشي و600 كيلو رز بسمتي علشان الاكل يكفي 10,000 شخص، وكل ده من جيبهم الشخصي. القصة كلها بدأت لما شلة صحاب قرروا انهم يفطروا مع بعض في الشارع، والجيران بدأوا ينزلوا معاهم وعددهم بدأ يزيد، وبعد 10 سنين بقت أزحم فطار في مصر. تعالوا اوريكم المنظر من فوق بيكون عامل ازاي. بجد المنظر كان وهم، بس هنزل اوريكم الدنيا تحت اكتر. تالت رابع. بجد يا جماعه انا انبسطت قوي ان انا جيت اليوم ده. رمضان مختلف في عزبة حمادة لأن كل حاجة معمولة فيه بحب، بداية من الرسومات المرسومة على كل البيوت لحد الأكل. ده غير الضحكة اللي مش بتتفرق وشوشهم على طول. بجد لفتة جميلة جدا من أهالي المطرية إنهم مش ناسين إخواتنا في غزة. بجد كان يوم جميل جدا، وعايز أشكر كل المنظمين على الذكريات الجميلة اللي عملناها مع بعض. كان نفسي أحضر رمضان اللي فات هنا بس كنت مسافر السعودية. يبقوا اتفرجوا على فيديو رمضان في السعودية عشان تشوفوا تجربتي هناك كانت عاملة ازاي. وبس كده فيديو النهاردة خلص. اتأكدوا ان انتوا عاملين سبسكرايب عشان يوصلكم كل فيديوهاتي، واكتبوا في الكومنتات عايزين السفرية الجاية تكون فين. كان معاكم عبد الرحمن فتحي، واستنوني في فيديوهات تانية كتير عن السفر في مصر وبره مصر.